السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد يا جماعة من قناة محمية طيور مصرية، وزي ما وعدناكم نجيب لكم أجدد الفيديوهات. النهاردة جايبين فيديو جديد برضه، ولكن هو الفيديو هو نفس القصة اللي احنا بنعاني منها، وكل مربي بيعاني من القصة ديت. هي زيادة أسعار حبوب طيور الزينة. دلوقتي البلكة بقى بخمسة وتلاتين جنيه، وعندك الفلارس ب45 جنيه دلوقتي. بعض الناس وبعض المربين كتير بتصفي الطيور، وده افضل حل، لان يا جماعه طبعا سعر الدولار هيرفع في بدايه السنه الجديده، وطبعا زي ما الدهب رفع والاسعار كلها عماله ترفع، ومفيش اي اسعار هتنزل. اللي بيطلع يا جماعه ما بينزلش. ولو انت سمعت الفيديو اللي فات كنت بتكلم برضو عن البلكم وعن الفلارس، عن زياده الاسعار بتاعه الحبوب. ولكن احب اعرف الناس، انا قلت الفتره اللي فاتت من حوالي 5 شهور ان الطيور هترتفع نسبة بسيطة، ولكن فعلا الطيور ارتفعت نسبة بسيطة، ولكن الحبوب ارتفعت الضعف، أضعاف ما كنا احنا بنأكل من 5 أو 6 أشهر الحبوب. أنا كنت بروح أجيب شكارة البلكة يا جماعة، ال50 كيلو كانت بتعمل 625 جنيه. كانت جملة الكيلو ب12 ونص، أصبح علي 5 جنيه في الفترة من شهر أو شهرين. رحت أجيبه لقيته ب17 ونص جملة. لقيت الشكارة عاملة 925 جنيه. رحت اجيبه بعدها بسأل عليه، الشكارة عاملة 1750 جنيه. اضعاف الاضعاف الاضعاف عمالة ترتفع في الحبوب، ولكن طيور الزينة زي ما هي ما بترتفعش. طيور الزينة زي ما هي ما بترتفعش. بعض الناس يا جماعة بتضحك على المربيين وبتعمل فيديوهات وخلاص على اليوتيوب، ولكن احب اوضح للناس، يا ريت الناس كلها تسمع الفيديو اللي انا بقول فيه ده اهو. افضل حل ان انت هتصفي، لو انت هاوي مش عاوز تصفي طيور، لو عندك 10 تجواز سيب جوزين، لو عندك 5 تجواز سيب جوزين. 2 بس مش هيتعبوك في الاكل ولا هيتعبوك في التربية. لو انت هاوي، المربي هو اللي بيعاني في المشاكل والله العظيم، وبيعاني من مشاكل كتير وارتفاع اسعار الحبوب بشكل جنوني خالص. ولكن اسعار الطيور الزينة زي ما هي، يعني اسعار الطيور الزينة زي ما هي. ناس كتير بتواجه مشاكل في الحتة دي. يبقى انت الحل الافضل والحل الامثل ان انت تخف الطيور بتاعتك خالص، يا اما تصفي خالص زي ما انا هعمل. انا المحمية بتاعتي هفضيها خالص من الطيور وهسيبها فاضية لحد لما اشوف حل لي المهزلة اللي احنا عايشين فيها ديت. بالكم ب35 جنيه عمرها ما حصلت، زي ما الفلارس كان ب25 ووصل لحد 45. ونصيحة، ان البيلكم هيرفع تاني. البيلكم بدل ما يبقى ب35 هيبقى ب45 شهر 2 3. الناس هتشتري هي بنفس الاسعار دي. تمام. وناس مش هتصفي، ناس هتصفي وناس مش هتصفي، وهتفضل بتشتري البيلكم برضه على 35. بعد شهر بعد 2 هيبقى سعر ال 35 ده اللي هو العادي، زي ما كان ب 25 وكان ب 15، والناس برضو بدأت تشتري. انا كان عن نفسي باكل بيلكم، بس لما يبقى عندي 30 40 جوز من طيور الزبرة باكل منهم عيش، واعملهم كهوايه في مكان عندي ومكان حلو، بقعد بفضل قاعد فيه بالساعه وبالساعتين اتفرج على الطيور. اصبح دلوقتي انا حتى لو هاكل بس واعملها على قد هوايتي، ما هوايتي بتخسر، ما بتجيبش حتى اكلها. اللي حضراتكم شايفين ده بيلكم بس. كنت اجيب الشكاره يعني الشكاره لما غلت بقت ب 1000 جنيه، دلوقتي الشكاره بقت ب 2000 جنيه. لا انا مش هربي طيور، هخلي جوز هخلي جوز، عفوا هخلي جوز من الزبر او جوزين 3 على قد مزاجي في قفص وخلاص. حاجه اسمي عنده طيور وانا هاوي الحاجه ديت وحبيبها هخليها عندي. اما بالشكل ده يا جماعه لازم نصفي. التاجر من غير مربي مش هيقدر يصدر عصافير بره، ولا يقدر يصدر اي طيور بره، وده مصدر رزق التاجر، ان هو بيصدر طيور. دلوقتي اصبح التاجر بيصفي، اصبح المربي بيصفي الطيور بتاعته. التاجر هيصدر ايه؟ التاجر والمربي، التاجر بيجي على المربي عشان خاطر يكسب، والمربي برضو مازال بيربي وبيدي التاجر طيور. انت لو مربيتش التاجر مش هيصدر. يا جماعه فهموا الحته دي، يا جماعه يا ريت تفهموا الحته ديت. يا ريت نسمع الفيديو ونركز فيه. ولو انت اي واحد صاحبك عندك مربي طيور ابعت لي الفيديو ده، قول لي اسمع شوف الراجل ده بيقول ايه. صفي صدقني، حتى لو مصدر رزق عندك وده اكل عيشك مش هيكسب معاك، مش هيكسب معاك بعد جلاء الحب دي كلها. عشان ما تضحكش على نفسك ونضحك على بعض. انت ما بتكسبش، يا اما بقى في الطفرات العاليه خالص، وده بيبقى سوقها في الانتاج بيكون صعب شويه. الكوكتيل الالبينو، الرز، الاوبلاين اورانج، الكلام ده كله، الانجلايز، الحاجات دي كمان بدأ سعرها يهبط، لان الناس بدأت تصفي الطيور اللي عندها. الاسعار الغاليه والحاجات الغاليه بدأت تقع، ما هو عايز يصفي، الاكل غالي هيبيع بأي سعر. كده اصبح التاجر بياخد
الطيور اللي هو عايزها والطيور اللي هي متاحة عنده في الأسواق، أصبح دلوقتي هتبدأ تكفي الطلبات اللي عنده. بالتالي التاجر مش هيرفع الأسعار. يا جماعة تلات أربع تجار هم اللي بيصدروا الطيور، وهم دول اللي بيحتكروا الأسعار وبيتفقوا مع بعض من خلال الأسعار، هم بيحددوها مع بعض. الكوكتيل سعره معين، الاسترالي سعره معين، ما بيطلعوش عن كده. الأكل عمال يرتفع عليك لأن في سحب على الأكل.